صوت وصورة. الضباع بتخاف من الأسود، والمحامي أسد في الغابة موجود. عرفوه الناس بقوة الحجة، صوت وصورة، ودفع بالمنطق والبديهي العقلاني والضرورة. ولولا صوته على منابر التواصل الاجتماعي محد عرف الحدث الخطير والتداعي. لكن المحامي ده راجل شهم وواعي، فاهم شغله كويس وجبهة ضمير مش انتفاعي، ومعاه محامين بدهم بدل سفر وجهد وتعب، وعمله يستوجب رسميات زي ما بتقول الكتب، وغيرته على بيان الحقيقة كانت السبب. ولازم توكيل الأهل بكل سرور ورحب، لكن بعض الناس شكوا فيه وخذلوه، وفي خانة الاتهام زي غيره وضعوه. ايه يا ناس وايه يا هو بالظن تتهموه؟ المية عندنا بمصر بتكدب الغطاس. الحمد لله. يبقى نديله يا عولاء فرصة وخلاص. المية عندنا بمصر بتكدب الغطاس، يبقى نديله يا عقلاء فرصة وخلاص، وبلاش نكبله ونعزله بظنون الناس، والجواد ينطلق ويرفع القامة والراس. كلمات الشاعر البستاني.